تخيل نفسك كده بتكتشف فجأة انك عندك قدرات سحرية خارقة، وقدراتك دي ممكن تغير مصير العالم كله حرفيا. وفجأة وبدون مقدمات بتلاقي نفسك بتنضم لفرسان السحر السبعة وتشيل مسؤولية حماية العالم من قوى الشر. فلو متحمس انك تكون بطل الحكاية دي انزل اعمل لايك دلوقتي، خلينا نوصل الفيديو ده 7000 لايك، ويا رب تخشوا كلكم الجنة. ويلا بينا نبدأ سرد الحكاية. بيبدأ الانمي في قرية صغيرة تابعة للامبراطورية، وبنشوفها وهي متدمرة تماما وكل اللي فيها ميتين، وده بسبب الوحوش الشريرة اللي بتحاول تقضي على العالم. وقتها بنشوف بنت اسمها فريا وهي واقفة حزينة وسط الانقاض وبتغني اغنية وبتهديها لارواح الشهداء اللي ما قدرتش تنقذهم من الموت. وبعد فترة بنشوفها راكبة قطار مع المساعدة بتاعتها اللي بتقول لها انا شايفة قرية تانية بتهاجمها الوحوش. بالفعل بنشوف الوحوش بيكون حجمها كبير وشكلها مخيف جدا، بيهاجموا البشر وبيحولوهم لوحوش زيهم. وساعتها بنشوف طفل صغير اسمه نيمو، بيحاول نيمو ده انه يهرب منهم بقدر الامكان، وبيروح يستخبى في محطة القطار على امل انه يلاقي حد ينقذه. ولكن فجأة بتظهر الوحوش قدامه وبيحصروا من كل اتجاه. وعلى الناحية التانية بنلاقي فريا وهي بتشوف اللي بتحصل وبتقول للمساعدة بتاعتها احنا لازم ننقذه بأي طريقة. فعلا بتقتحم المكان بقوتها الجبارة وبتهجم على الوحوش بقوة، وبعدها بيهاجم وحش منهم على نيمو بس بتزقه وبتاخد الضربة مكانه. بتفضل تتفادى ضربات الوحوش بس بتقول ان السحر لوحده في المواقف اللي زي دي مش كفاية. بتطلع كارت شكله غريب من معاها وبتقول انا هستعين بقوة الملكة سيريس وابطالها العظماء وتحديدا البطلة يونوميرا. قوتها بتزيد وبتبدأ تبيد الوحوش واحد ورا الثاني بقدرة البرق الجبارة لحد ما بتقضي عليهم كلهم. نيمو بيكون سعيد جدا ان هي انقذته من لبسه، وبتاخد بالها انه طالب سنة اولى في اكاديمية جرانسايد واللي هي رئيسة مجلس الطلبة فيها، هو كمان الطالبة الاكثر شعبية، وبيكون واضح من شكلها وقوتها العظيمة. وبعد ما بيتعرفوا على بعض بيرجعوا يركبوا القطار تاني علشان يروحوا للاكاديمية، وساعتها بتقدم له فريا قهوة بس بيكون واضح على نيمو انه بيفكر في حاجة، فبيسألها هي ليه انقذته وخدت الضرب بداله. ساعتها بتقول له فريا ان ده واجبها، وبتعرفه ان في 5 قرى غير قريته تم تدميرهم عن طريق قوى الظلام وانها ما قدرتش تساعدهم، وعشان كده كان لازم اعمل اي حاجة علشان انقذك، على الاقل يبقى انقذت فرد واحد حتى لو ده هيجي على حساب حياتي. بيسألها عن قوة جرانسايد اللي قدرت تهزم بها الوحوش، فبدأت تحكي له عن قصة البطلة يونوميا اللي استخدمت قدراتها من شوية. بتقول له دي واحدة من الابطال اللي اختارتهم الحكيمة سيريس علشان يحاربوا سيد الظلام واعوانه، وقدرت بقوتها هي وباقي الملوك المختارين ان هم يفرضوا السلام على العالم. ساعتها بيقول لها نيمو ان في عدد قليل من البشر اللي هم يعتبروا حلفاء الابطال ودول بيقدروا يستخدموا قوتهم. فبتقول له فريا ان طلبة الاكاديمية هم حلفاء الابطال دول وواجبهم حماية العالم. في الوقت اللي بيتكلموا فيه بيكون في وحش بيتكون عن طريق اكل الجثث المرمية في القرية، وشكله كده هيعمل مصيبة. بنرجع تاني للقطار وبتقول له فريا انه هيبدأ في الدراسة بكرة، بس بيقول لها انه مش مصدق انه اتقبل في الاكاديمية رغم ان في حد قال له انه عنده امكانيات قوية. لكن بتقول له فريا انت ممكن تطلع اقوى واحد فينا بالرغم من انك في السنة اولى. ساعتها بيتهز القطار وبنكتشف ان الوحش اللي شفناه بيهاجمهم من شوية بيقدر انه يوقع القطار من مكانه. بعد كده بنشوف نيمو وهو بيفوق من الاغماء اللي كان فيه وبيلاقي ان فريا واقعة على الارض، فبيفهم ان هي انقذته لكنها بتكون مصابة. بتقوم وبتروح تحارب الوحش بسلاحها الجبار وفعلا بتقدر تتغلب عليه، بس الصدمة ان الوحش بيعيد تكوين نفسه من جديد تاني، بيبقى اكبر من الاول بمراحل وما بتبقاش فريا قادرة تهزمه باي شكل من الاشكال. فبتروح تعمل درع اصفر من النور بيمنع الوحش انه يعدي ويقتلهم، وبتطلب من نيمو ان ياخد المساعدة بتاعتها ويهرب من المكان. بيعترض نيمو الشجاع وبيقول لها انا مش هسيبك ابدا، وفي الوقت ده بتظهر بطاقة في ايده وبتنور، فبتتصدم فريا اول لما بتشوفها. لما بيلمسها بيلاقي نفسه في مكان غريب خالص وبيسمع صوت واحدة بتكلمه، والصدمة ان دي بتكون الحكيمة سيريس نفسها. بتقول له انت عايز تحمي فريا، فبيقول لها انا مش عارف بس انا عايز احميها ومستعد اضحي بحياتي في سبيل انها تعيش. بعدها بيظهر لها شخص تاني ما بيكونش نيمو عارفه، بس بيكون واضح ان الشخص ده هو اللي صورته موجودة في البطاقة. هو الشخص ده بيقول له ان هما الاتنين بقوا بيشاركوا نفس المصير دلوقتي. في نفس الوقت ده بيكون الوحش اخد القطار وبيرميه على كل دروع الحماية اللي فريا عملتها، وفعلا بيقدر يكسر الدروع وكمان بيوقع القطر فوق دماغها. ولكن في اللحظة الأخيرة بيظهر نيمو وبيقسم القطار ده نصين. لقد بدأ الحماس يا سادة. بتخاف فريا وبتقول ان هي عمرها ما شافت حد بالقوة الغريبة دي، بس بتطمنها يونوميا اللي ظاهرة وراها وبتقول لها ان صديق عزيز وعايز يحميها. بعدها بيظهر وحشان بيطيروا في الجو، بس بيقدر نيمو انه يقتلهم وياخد سلاح فريا ويرميه ليها. بيروح يقف جنبها علشان يحاربوا الوحش سوا، فبيروح نيمو ضربه في عينه بكل قوته، وبعدها بتظهر فريا بالسلاح المعزز بتاعها وبتدمر الوحش بالكامل. بتشكره فريا انه ساعدها وبتقول له ان هي مستنيه اليوم اللي هيشتغلوا فيه مع بعض. وتاني يوم في الاكاديميه بيوصل نيمو مع فريا والمساعده بتاعتها واللي بيكون اسمها إيلين. بتقول إيلين ان هي هتروح تقدم وثائق لهيئه السكك الحديد، وبنفهم من فريا ان الاكاديميه اللي هتتكلف بالخسائر اللي حصلت دي. فبيسالها نيمو اذا كان ده في اي ضرر عليها، بس بتقول ان مفيش ضرر اكبر من ان الانسان يتعرض للخطر او يموت. في الوقت ده بنسمع صوت واحد جايب عربيه محمله تنين ضخم متجمد بقطعه كبيره من الجليد، وبيقول لهم افتحوا البوابات. الشخص ده بيسلم على فريا وبيقول لها اللي معاه ده يبقى تنين من التنانين اللي دمرت الارض الوسطى. بيستغرب نيمو انه قدر على تنين لوحده، فبتعرفه فريا عليه وبتقول له ان ده اسمه جو، وده بقى خليفه سبايك البطل ذو القلب الحديدي. وهنا بيفهم نيمو ان التنين ده كان بيعمل تحت حكم الكوشس، ودول اشرار وقتلوا ناس كتير جدا. بعدها بيقول لهم جو انه هيودي التنين ده لمعهد البحث الكيميائي قبل
ما الجليد يدوب من عليه. ولما بيمشي بتقول فريا ان جو واحد من الفرسان السبعه. بعدها بنشوف عدد من الفرسان وهم في غرفه الاجتماعات وبيكونوا مستنيين فريا لانها اللي جمعتهم هنا بصفتها الرئيسه. وبعد شويه بتدخل ايلين ونيمو، فبيسالها واحد من البشر اللي انت جايباه معاكي ده، فبتقول له ده نيمو طالب جديد في اكاديميه جراند سايد وفارس جديد من الفرسان السبعه. بيتصدموا جدا من الخبر ده، وحتى نيمو نفسه بيكون متفاجئ. الفرسان بيكونوا رافضين الموضوع ده، بيقولوا ده عيل صغير ولسه في سنه اولى، ازاي هيكون فارس من الفرسان؟ فبتقول لهم فريا ان هو قدر يتعاقد مع بطل من الابطال وقتل بقوه في اول معركه ليه، وبيتفاجئ الكل. بس بيسال واحد من الفرسان مين الواحد ده بقى؟ فبيقول لهم نيمو ان هو ما يعرفش، هو بس اتكلم معاه لحظات وما عرفش اسمه وقتها. وده بيزيد سخريه الفرسان منه، لان لازم الفارس اللي اتعاقد مع بطل من الابطال يكون عارف اسمه على الاقل وبيتكلم معاه. وهنا بتتدخل فريا وبتقول لهم ان يونوميا البطله بتاعتها طلبت منها ان هي تثق فيه، وعشان كده لازم نثق فيه كلنا. بعدها بياخدوا جو في جوله وبيوريه تمثال من تماثيل الابطال، وبيقولوا ان الفرسان مهتمين ان هم يحموا العالم من شر الكوشس. بتظهر واحده اسمها صوفيا واللي بتكون امينه مكتبه الاكاديميه، بتقول له ان هي عرفت قصته وعلشان كده بتشرح له ان كل واحد في الاكاديميه دي بياخد فتره على ما يبقى معاه بطاقه تخليه يقدر يتعاقد مع بطل من الابطال السبعه، وفي ناس القدر بيخلوهم يحصلوا على بطاقه من غير ما يدرسوا ولا يتعبوا في حاجه. وبعد الحوار ده بياخدوا جو وبيوريه كل مكان في الاكاديميه، وفي نهايه اليوم بيوصلوا للسكن بتاعه. والمفاجئ انه لما بيدخل بيته الجديد بيلاقي فريا موجوده فيه. بيعرف ان هيكون معاه هي وإيلين وباقي الشباب في السكن، وعشان كده بيكون متوتر جدا. ولما فريا بتلاحظ ان هو متوتر بتقول له ما تقلقش علشان بتتعامل معامله خاصه، لانك تستحق المعامله دي علشان انت شخص فريد من نوعه، وهيجي اليوم اللي هتساهم فيه في المعركه بتاعتنا الكبيره. وتاني يوم بنشوف نيمو وهو خارج من المحاضره وبيقابل واحد من الفرسان اللي بيكون اسمه جرايس، فبيطلب منه جرايس ده انه يودي علبه الدواء لقسم الكيمياء في الاكاديميه. بيوافق نيمو وبيسمع كلامه، وده اللي بيخلي جرايس يشك فيه وبيقول يا ترى هو مطاع فعلا ولا بيمثل علينا. ومع ذلك بيروح نيمو يسلم علبه الدواء لواحده اسمها كيلر، واللي بتكون فرحانه جدا ان جريث بنفسه بعت لها حاجه. بعد شويه بتحصل هزه ارضيه، وبيكون الهزه دي سببها التنين اللي جو جايبه قبل كده. بنشوف التنين بيتفك من الجليد وبيخرج عن السيطره، وبيكون على وشك مهاجمه الناس، بس بيجي جو بيضربه بسلاحه وبيحاول جزء منه الجليد مره تانية. بعدها بيأمر نيمو ياخد صوفيا اللي معاه لمكان امن، وبيروح يضرب التنين بالضربه القاضيه، وبيكون فاكر انه كده خلاص قدر يقتله. بس المفاجاه ان التنين بيقوم وبيعيد بناء جسمه مره تانية، وشكله بيبقى اغرب بكتير من الاول. وهنا بيتدخل سبايك البطل بتاع جو وبيقول ان دي قوه الكوشس، وخد بالك لانه دلوقتي بقى اقوى بكتير من الاول. ساعتها بيحاول جون يقتله بقدراته الجليديه لكنه مش بيقدر. هنا بيظهر نيمو علشان يساعده، بس بيقول له جون انت لسه مستجد، روح انده على فريا علشان هي اللي هتقدر تساعدني. لكن نيمو مش بيهتم بكلامه، وبياخد سكينه مرميه على الارض وبيستخدم قوه البطل بتاعه في انه يربط التنين بالحبل. بيقول لجو اضربه بالجليد دلوقتي بسرعه، وبالعافيه جو بيسمع كلامه وبيضرب التنين بقوه اكتر من مره علشان يقدر يجمده. في نفس الوقت بيكون نيمو هيتجمد هو كمان، بس ما بيرضاش يسيب التنين، وبيقول انا لو سبت التنين هيفلت مني ومش هيموت. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف صوفيا وهي بتراقب كل اللي بيحصل، وبتكون مش مصدقه قوه نيمو، وواضح ان هي تعرف كتير عن البطل بتاعه. ساعتها بتظهر نقطه ضعف التنين في جسمه، وبيقول سبايك لجو انه لازم يضربه هنا وساعتها التنين هيموت. بالفعل بينفذ كلامه والتنين بيتجمد بالكامل، ووقتها بيقع نيمو على الارض وبيتنفس بصعوبه. بس بيجي جو بيقعد جنبه وبيحكي له ان ابوه كان واحد من الفرسان ومات وهو بيدافع عن اهله، علشان كده هو عايز يبقى اقوى واحد في العالم علشان يحمي الناس كلها. الجميل ان بيقول له انه محتاج صاحب زيه علشان يقدر يشجعه انه يبقى اقوى زي ما هو عمل النهارده. في الوقت ده بنلاقي فريا جايه تجري عليه وباقي الفرسان، ومن بعيد بتقول صوفيا ان نيمو هو اللي ممكن يحميهم كلهم. بتجتمع فريا بيهم وبتعرفهم ان الوحوش بدات تتطور قوتها عن الماضي، وبنعرف كمان ان الوحوش اللي اتهزمت في بعض القرى قدرت تجمع نفسها وتكون كيان اقوى بكتير من الاول. عشان كده بتقول لهم ان هم لازم يستعدوا لاي معركه تحصل، وكمان بتطمنهم ان الاكاديميه مجهزه للقتال من جميع النواحي سواء بقى كانت عسكريه او حتى ماليه. بعد كده بتقول لهم ان هي عزمهم على اكل النهارده احتفالا بنجاح نيمو في قتاله الاول مع الفرسان السبعه. لكن الغريب اننا بنشوف الفرسان قلقانين من فكره ان فريا عزمهم دي، وفي وقت الاكل بنعرف منهم ان اكلها وحش جدا علشان كده كلهم كانوا خايفين. بس لما الاكل بيتقدم وبياكل نيمو قطعه من الاكل بيعجبه جدا، فبيستغل جو الموقف وبيديله الطبق بتاعه. بتكون فريا مبسوطه جدا ان الاكل عجبه، وبعد الاكل بنشوف نيمو وهو بيتكلم مع الفرسان وشكلهم هيبتدوا يحبوه. بتعدي وقت وبتيجي صوفيا وبتقول له ان كل المدرسين في الاكاديميه سمعوا عنه، وبكده هيبقى هو اهم طالب في وقت قصير. بعد كده بنشوف نيمو والنار حواليه، وبيكون واقف قدام البطل بتاعه ومش فاهم اي حاجه. بيفضل يقول له انت عايز تعرفني حاجه انا مش عارفها، بس البطل مش بيرد عليه، وبنكتشف في الاخر ان ده كان مجرد حلم. وبعدها بتخبط فريا عليه وبتقول له ان تم استدعاء الفرسان للعمل، وفعلا بنعرف منها ان الفرسان رايحين دلوقتي مهمه استكشافيه، لان في جزيره بعتت نداء استغاثه علشان الفرسان ينقذوها. بنشوف الجزيره دي وهي بتتهاجم من عدد كبير جدا من الوحوش المرعبه، وساعتها زعيمه الجزيره بتكون خايفه جدا وبتتصدم لما بتلاقي الوحوش بتدمر ساعه رمليه شكلها كده بترمز لحاجه مهمه. وفي اللحظه دي بيظهر الفرسان السبعه وبيبدا قتال الوحوش. بتستخدم فريا قدرتها بقوه، وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جريث وهو بيطير باجنحته ومعاه سيف عملاق بيصدر طاقه مظلمه بتقضي على الوحوش كلهم. وفي نفس الوقت بنشوف تشارلي اللي قدرتها عباره عن نار غريبه بتقدر تصيب بها كل الوحوش في ثواني.
وبعدها بيظهر جلده وهو بيقتل كل الوحوش برمحه العجيب ده وبيخلص عليهم كلهم، بس بيكون عايز يقتل اكبر وحش فيهم، لكن بيمنعه البطل بتاعه بيقول له ان سحره قرب يخلص وما ينفعش يجازف ويروح يضربه، الا انه ما بيسمعش الكلام وبيجري على الوحش وهوب بيضربه ويقطع راسه. بس الصدمه ان الوحش بيكون نفسه من جديد وبيقبض عليه وبيبقى على وشك ان هو يقتله، بس بيظهر بطلنا نيمو وينقذه. وقتها بيتدخل جو بيقول للجلده يركن انت بقى على جنب دلوقتي، وبيقول لنيمو يلا نكرر اللي عملناه في الاكاديميه قبل كده. فعلا بيجري نيمو الاول وبيكتف الوحش بالحبل علشان ينط جو ويجمده بالكامل، وساعتها بيتكسر الجليد وبيموت الوحش. فبتيجي فريا وبتشكرهم وبتضرب البرق بتاعها علشان تخلص على باقي الوحوش المستخبيه، وبعدها بيفرح شعب الجزيره وبيقولوا ان الفرسان السبعه انقذوهم. وبعد شويه وقت بنشوف جلده وهو بيتدرب وبيكون حاسس ان هو اقل واحد في الفرسان، وساعتها بيفهم جو الموضوع وبيقول لنيمو ان جلده ده امير مسؤول عن بلد كامله، كل العيون حواليه علشان كده عايز يكون اقوى. ولكن في ثواني بنلاقي جلده جسمه بيتحول بشكل غريب وفجاه بتحصل هزه ارضيه ومحدش بيبقى فاهم حاجه. في الوقت نفسه بتكون فريا بتقدم تقرير المعركه لزعيم الاكاديميه واللي بيكون قلقان على الساعه الرمليه اللي الوحوش كسروها، فبتقول ان هم لاحظوا ان الوحوش الفتره اللي فاتت بتركز على الساعات الرمليه في كذا مكان في العالم. بيرد عليها وبيقول لها ان هو هيشوف الموضوع ده، بس بيطلب منها ان هي تحط عينيها على نيمو. وعلى الجانب الاخر بنلاقي الفرسان بيهاجموا وحش عملاق، لكن الصدمه ان الوحش ده يبقى جلده. وساعتها بنفهم ان لما الفارس يسحب قوه سحريه كبيره من البطل بتاعه السحر بيسيطر عليه وبيتحول لوحش، وللاسف طالما وصل للحاله دي فلازم يتقتل. وساعتها بيقول جون كان اقرب حد ليه وهو اللي لازم يخلصه من معاناته، بس بيقف نيمو في طريقه وبيقول له هو انت ازاي هتقتل اعز صديق ليك بالسهوله دي؟ مش بيلحق يكمل كلامه علشان الوحش اللي سيطر على جلده بيضربه وبيرميه بعيد. كلام نيمو بيأثر على جول بيرفض ينفذ اوامر جريس وبيقول له ان احنا لازم ننقذه. بيقوم نيمو بيقول لهم انا عندي فكره وبيروح يربطه علشان جو يجمده، وساعتها هيكون وقفوا لحد ما يلاقوا حل تاني بدل ما يقتلوه خالص. ولكن للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لما جو بيجمده بيقدر الوحش يخرج من التلج في ثواني، فبيقفوا مش عارفين يعملوا ايه، والصدمه انهم بيسمعوا صوت جلده بيقول لهم اقتلوه وبيشكرهم ان هم حاولوا ينقذوه. بس بيصرخ نيمو بيقول ان هو مش هيقتلوا انهم صحاب. والمفاجاه ان هنا البطل بتاع جلده بيكلمه هو كمان، وفي مشهد تاني بنشوفه بيقاوم وبيقول له مفيش فارس بيستسلم، وعلشان كده جلده بيغير رايه وبيقول لاصحابه انقذوني باي طريقه. وفعلا بيهجموا الثلاثه عليه وبيكونوا مستغربين ان هم بيستخدموا اسلحتهم السحريه دي لاول مره علشان ينقذوا حياه حد مش يقتلوه. بالفعل بيقدر نيمو بمساعده جو وجريس ان هم ينقذوه من جسم الوحش، والناس كلها بتقف مصدومه من اللي بيحصل. تاني يوم بيصحى نيمو وبنعرف انه اغمى عليه عشان فرط استخدامه للسحر، بس بتقول له فريا ان كويس انك بتساعد زمايلك وده تصرف نبيل منك، بس انت لازم تخلي بالك من نفسك برضه يا معلم. بتأمره انه يفضل في السرير لحد ما يتعالج تماما. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جريس وجو وهم قاعدين في اوضه جلده علشان يطمنوا عليه، بس الغريب ان جلده ما بقاش فاكر اللي حصل ليله امبارح. فهنا بيستنتج جريس ان اللي حصل ده بفعل فاعل، وان كان في وحشه في الاكاديميه من وحوش الكوشس. وعلى الجانب الاخر بقى بنشوف نيمو هو مش شايل هم حاجه، ورئاسه الفرسان عامله له طبق كفته وحاجه اخر دلع يعني. وبعد شويه بتيجي القطه بتاعتها وبتقعد تلعب معاه، ولما بيحاول نيمو انه يمد ايده علشان يلعبها بتبخ في وشه وبتجري. بتيجي ايرين وبتفكر فريا ان هي لازم تسلم تقرير جديد عن الساعات الرمليه اللي اتكسرت، وبيكون واضح على فريا ان هي مرهقه جدا. فبتقول لها فريا بسخريه هو مين فيكم اللي محتاج رعايه؟ بس بترد عليها وبتقول لها ان هي بخير ومفيش فيها حاجه، وفعلا بتروح المكتب بتاعها بشكل طبيعي. بعدها بتقعد ايلين تحكي لنيمو عن فريا وبتقول ان هي من نسل يونوميا المحاربه الاسطوريه، وعلشان كده تم تدريبها من وهي طفله انها تبقى فارسه من الفرسان السبعه. وكمان بتعرفه سبب اهتمامها بيه، وبتقول له ان هي كانت حاسه بالذنب لان ما قدرتش تنقذ قريته، وعلشان كده فريا بتحاول ان هي تخلي بالها منك طول الوقت. بيحس نيمو انه هيبقى عيب عليها، بس بعد شويه بيدخل الشباب ومعاهم فريا علشان يطمنوا على نيمو، اللي ساعتها بيفرح جدا لما بيشوف جلده سليم وباقي الصحاب بخير. وساعتها بيقدم له جريس علاج علشان يساعده، وبيقول له لازم تفوق وترجع لباقي الفرسان بسرعه. العلاج بيبقى ريحته وحشه قوي، وكمان بتدخل صوفيا علشان تطمن عليهم كلهم مره واحده بقى. ساعتها جو بيكون مرتبك وواضح عليه انه معجب بيها جدا، ونيمو بيكون مبسوط جدا واخيرا حس انه مش لوحده، وان فعلا بقى دلوقتي من الفرسان السبعه. بيقعد يلعبوا كوتشينه مع بعض وبيخسر جلده للمره الثالثه على التوالي، فبيقول ان هو محتاج يكلم البطل بتاعه علشان يساعده يكسب المره اللي جايه. ساعتها بتزعله فريا وبتقول له هو انت اتجننت ولا ايه؟ انت هتستخدم بطل من الابطال علشان حاجه تافهه زي دي؟ فبيتدخل نيمو في الكلام وبيقول يا بختكم بتعرفوا تتكلموا مع الابطال بتوعكم في اي وقت انتوا عايزينه، وكمان عارفين اساميهم وطباعهم. فبيسالوا جريس هو انت لسه ما اتكلمتش معاه لحد دلوقتي؟ فبيقول ان ساعات بيظهر له وبيسمعوا كويس جدا، بس مش بيدور بينهم اي حوار يعتبر. في الوقت ده بتتدخل تشارلي اللي بتزعلهم وبتقول لهم هو انتوا ايه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ وكمان بتقول لفريا انت لازم تركزي في شغلك اكتر لان الوضع الحالي بقى خطر جدا. وبعد شويه بيتمشى نيمو مع فريا وهم ماشيين في الطرقه، بتقف قدامهم القطه وبعدين بتجري بعيد. فبتقول له فريا ان غلط القطه دي تبقى موجوده في السكن، ولو تشارلي شافتها هتكون مشكله. لما بيحاول نيمو يمسكها بتجري القطه وبتنط من فوق، والصدمه بقى اننا بنشوف تشارلي وهي طالعه مع واحد من الاكاديميه والقطه واقفه جنبها بس مش بتاخد بالها منها. بيبقى شكلهم مضحك قوي، هم بيحاولوا يبعدوا القطه من غير ما تشارلي تفهم، وفي اللحظه الاخيره بتبص تشارلي جنبها بس بتكون القطه هربت، وعشان كده بيمشي من قدامها بسرعه وبيروحوا يدوروا على القطه. بس بتلاحظ تشارلي ان هم وراهم حاجه، بيروحوا يجروا بقى ورا القطه في كل مكان لحد ما بتوصل في الاخر وبتتحشر جوه خشبه
خشبه موجوده فوق السطح، ولما بيطلعوا فوق السطح بيلاقوا الخشبه دي بتنكسر والقطه في طريقها ان هي تقع، فبينط نيمو علشان ياخد القطه ويرميها جوه المبنى ويقع مكانها هو، بس في اللحظه الاخيره بتنقذه فريا وبتقول له انت في الاخر برضه عايز تموت. لكن نيمو الاوفر ابن الاوفر بيقول لها انه ممكن يعمل اي حاجه علشان ما يكونش عبء عليها، فبتقول له فريا انت عمرك ما كنت عبء عليا وانا عايزك تكون موجود في حياتي سليم وقوي علشان نحارب الشر مع بعض. بس الصدمه ان هي كمان بتقع معاه، فبيظهر البطل بتاع نيمو وبينقذهم هما الاثنين، وبتيجي القطه عند نيمو في الاخر وبتبقى اخيرا حبته. بتكون فريا واقفه تتفرج عليهم لحد ما بتظهر لها يونوميا وبتقول لها انا فاهمه انت حاسه بايه، والعاصفه قادمه. الابطال القدامى امثال مش هيقدروا عليها، لكن اللي هيقدر عليها هم الابطال الحاليين وهم انتوا. وتاني يوم بنشوف نيمو وهو بيدخل المكتب علشان يسال صوفيا يعرف ازاي يتكلم مع البطل بتاعه، فبتاخده صوفيا علشان يدوروا في الكتب عن بطل قديم بنفس المواصفات اللي بيقولها نيمو، بس الغريب ان هم مش بيلاقوا بطل بنفس المواصفات دي خالص، مع ان المكتبه دي بيكون فيها كل اسماء الابطال على مر التاريخ. بس بتوعده صوفيا ان هي هتهتم بالموضوع لحد ما توصل لاسم البطل بتاعه، وساعتها هيبقى عارف عنه معلومات يقدر من خلاله يكلمه بيها. المهم بعدها بتروح فريا المستشفى، بيكون في واحد مصاب وبيتعالج، وبنعرف من تشارلي ان دي رابع حاله تجيلهم، وان في حد بيتعاون مع الكوشيز وبيصطاد اعضاء المجلس التأديبي واحد ورا التاني. بنعرف من إيلين ان الشخص المصاب ده اتعض من رقبته، وغالبا العضه دي كانت من مصاص دماء. بتقول تشارلي ان هي تحقق في الموضوع بنفسها، وخصوصا ان هي رئيسه المجلس التأديبي اساسا، فبتقول فريا ان لازم حد يساعدها في المهمه دي. وهنا بيتدخل صاحبنا نيمو وبيقول بصفتي من الفرسان السبعه فانا لازم اتدخل واساعد. فعلا بيساعدهم نيمو في التحقيقات، وبتيجي مينا مساعده تشارلي وبتشكره ان هو واقف جنبهم لانهم فعلا كانوا محتاجين مساعدته. بعدها بيروح يقابل تشارلي اللي بتشكره هي كمان، بس بتقول له انت بتساعدنا ليه اصلا؟ فبيقول لها انا مستعد اعمل اي حاجه علشان فريا. فبتضحك تشارلي بتقول له هو ده السبب يعني؟ فبيستغرب نيمو بيقول لها انت قصدك ايه؟ فبتقول له انت شخص مثير للشك، وفعلا مش فاهم اذا كنت انت شخص عادي ولا انت بتستهبل علينا وراك قصه مخيفه بتحاول تداريها. بعدها نيمو بيمشي مع مينا وبيكون شايل كتاب عن مصاصين الدماء، وهي شايله علاجها توديه للمستشفى علشان يتقدم للمصابين، بس بتقف مينا وبيكون واضح على ملامحها الزعل، وبتقول ان في اشاعات طالعه على تشارلي ان هي مصاصه دماء. بيتصدم نيمو من اللي هي بتقوله، بس بعدها بتعيط وبتقول له ان تشارلي دي اكتر واحده مهتمه بالموضوع ومستحيل تكون هي اللي بتعمل كده. بيطلب منها نيمو ان هي ما تقلقش من حاجه، وبيقول لها انا واثق في تشارلي وان هي شخصيه طيبه. فبتشكره على كلامه وبتقول ان في مكان لسه ما حققناش فيه وهو الغابه، وفعلا لما بيروحوا المضحك في الموضوع ان هم بيلاقوا تشارلي هي مصاصه الدماء فعلا، وكان معاها إيلين. ولما بيحاول نيمو انه يتدخل بيظهر البطل بتاعه وبيمنعه. بتفضل مينا مصدومه وبترجع لورا، بس بتسمعهم تشارلي وبتهجم عليهم وبتتخض لما بتشوفهم. بعدها بيبان عليها الحزن بس بتهرب منهم، لكن بيلحقها نيمو وبيقطع عليها الطريق. بيسالها اذا كانت مصاصه دماء، فبتقول له ايوه، وبيرجع يسالها تاني اذا كانت هي اللي هاجمت اعضاء المجلس التأديبي، وبحزن عميق قالت له اكيد هتفتكر ان انا اللي عملت كده، لكن الحقيقه انه مش انا. بتقول له بعد عن طريقه بتستخدم بطلتها علشان تهاجمه، لكن بيتصدى لكل هجوم منها وما بيرضاش يهجم عليها. ولما بتساله انت بتعمل ليه كده، فبيقول لها احنا اصحاب. فساعتها بترد عليه وبتقول له انا ماليش صحاب، انا عشت طول عمري وحيده، عشت طول عمري منبوذه لاني من مصاصين الدماء، والبشر بيكرهونا، البشر اللي قتل ابويا وهو ملهوش ذنب ولا عمره اذى اي حد في حاجه. وكمان بتقول له انت لو كنت عرفت ان انا مصاصه الدماء كنت هتكرهوني واحتمال تقتلوني كمان، وعشان كده انا هفضل طول عمري وحيده وهربانه. فبيقول لها نيمو انت كلامك غلط، وبدل ما تستني تشوفي رد فعل اصحابك قررت تشك فيهم ان هم هيؤذوكي وتهربي. كمان بيقول لها انه مش هيقول لحد على حياتها، بس بيطلب منها ترجع معاه علشان تكون مع اصحابها، لانه عارف ان الوحده وحشه وقد ايه هو سعيد لما انضم للفرسان علشان ما يبقاش عايش لوحده. فبتقتنع بكلامه اخيرا وبترجع معاه. ولما بيطلعوا فوق سطح مبنى الاكاديميه بيشوفوا وقتها عدد من الوحوش وهي طايره، ووحش فيهم شايل إيلين. ولما بيروحوا المكان اللي فيه الوحوش بتكون الصدمه الكبرى. مينا هي مصاصه الدماء، وبتشكر تشارلي علشان بسببها قدرت تنفذ مخطط الشر بتاعها من غير ما اي حد يشك فيها. بتعرفهم ان وحوش الكوشيس بقت موجوده في كل مكان في الاكاديميه، والكوشيس اتطوروا وبقوا يقدروا ينتجوا وحوش اكبر واخطر على العالم. بيظهر فعلا عدد كبير من الوحوش اللي بيهجموا على نيمو. وكمان بتعرفوا ان هدفها بناء عالم جديد زي ما سيد الظلام نيسترا كان عايز. بتدعو تشارلي ان هي تبقى معاها في العالم ده لان البشر بيكرهوها ولازم تسيبهم يموتوا او تحولهم لمصاصين دماء زيها. بترد عليها ان هي حبتهم على طبيعتهم ومش مستعده تغيرهم او حتى تبعد عنهم، وبتقول ان الفضل في كده يرجع لنيمو. علشان كده مينا بتتضايق منه وبتروح تضربه وبتكون عايزه تخلص عليه، بس بيهرب منها. ولما بيهاجمها تاني بيقدر يقطع دراعها، ولكن للاسف دراعها ده بيتجدد مره تانيه وبيتحول لدراع وحش من وحوش الكوشيس. وساعتها بيظهر البطل بتاع نيمو وبيقول له انت لازم تستخدم قوه قلبك. وساعتها بيحس نيمو بالقوه دي وبيطلب من تشارلي انها تساعده علشان هيجرب حاجه جديده. فبتسمع كلامه وبتستخدم تشارلي قوتها وبتولع في المكان، وبتقبض على مينا وبتزود النار لان ريتشل البطله بتاعتها قالت لها ما تخافش النار مش هتقتلها. وفي الوقت ده بطلنا نيمو بيكون قادر يبقى عنده سلاح جديد وبيكون عباره عن بندقيه طاقه غريبه، وفي النهايه بيستخدم قوته الجديده دي وبيضرب طلقه على مينا، والطلقه دي بتكون كفيله انها تخليها تتفتت وتختفي من المكان تماما. وبعد فتره بنشوف جريس وهو بيحاول يوصل لمعلومات اكتر عن مينا، بس لقاها ان هي بتدور على شبح موجود في المكتبه القديمه. فبيروح جريس يسال صوفيا عن الموضوع ده، فبتقول له ان المكتبه القديمه دي اتحرقت ومعظم السجلات القديمه اللي فيها ما عادتش موجوده، وكان امين المكتبه وقتها واحد اسمه جينوس، وبيتقال عليه ان هو عميل مزدوج مع الكوشيس. ودي الفتره اللي كانت البطله يونومي عايشه فيها وهي اللي قتلته.
فبيسالها اذا كان الشبح موجود في المكتبه دي فعلا، بس بتقول ان دي حكايات قديمه ومش صحيحه اصلا. بعدها بنشوف نيمو وهو بيتمشى مع فريا، فبيعرف ان في مهرجان هيتعمل في الاكاديميه، والمهرجان ده بيتعمل كل سنه وبيكون في معارض ومعاها فعاليات كتير. بعد كده بيروحوا يقعدوا مع كلير اللي بتقول لهم ان هي بتحب جريس، بس نيمو البائس ابن البائس ما بقاش فاهم يعني ايه حب اصلا. فبتقول له كلير ان هي وقعت في حب جريس لما انقذها من احد الوحوش، ومن ساعتها وهي شايفه فارس احلامها. هو بتقول له كمان ان هي بتتمنى تدعوه في حفل الاكاديميه للرقص، وبيسالها نيمو ايه الحفل ده كمان. فبتقول له فريا ان دي حفله بتتعمل في اخر المهرجان وبيرقصوا فيها، بديهيات يعني. المهم يعني فريا بتقول لها خليكي شجاعه وروحي اطلبي من جريس انك تكوني معاه في الحفله. فبتتحمس كلير وبتقول لها انا فعلا هروح ادعوه. بتسال فريا وانت هتروحي مع مين بقى؟ فبتبص فريا لنيمو وبعدين بتقول لها مش هروح الحفله دي. فبتفهم كلير وبتقول لها انت كمان تشجعي وكلميه، وبيكون صاحبنا ابن الهبله قاعد مش فاهم اي حاجه. بعد كده بيروح نيمو يتكلم مع جو جلده، وبيقول جو جلده يروح يدعو صفيه لانه عارفين ان هو بيحبها، بس بيتكسف جدا وبيغير الموضوع علشان يسال نيمو اذا كان هيروح مع فريا ولا لا. بيقول له خصوصا ان هي اهتمت بيك في الفتره الاخيره وبقيتوا قريبين من بعض قوي. وفي اللحظه دي بتتغير الموازين، بتظهر تشارلي وبتسال نيمو اذا كان شاف حد يروح معاه الحفله، فبيقول لها لا. فبتصدم الكل بتدعوه علشان يروح معاها. بعد كده بيجتمع الفرسان كلهم مع بعض، وبتقول لهم فريا ان هم لازم يقترحوا افكار للمهرجان. كل واحد فيهم بيقترح حاجه، لكن جريس بيقول ان ده هبل وبيقوم يمشي. بيقول لهم الكشريس موجودين حوالينا في كل مكان واحنا رايحين ننظم مهرجان، بس بتقول له تشارلي الطلاب لازم تحس ان مفيش اي مشكله ومهمتنا ان احنا نخليهم يعيشوا حياه طبيعيه. فساعتها بيرد عليها وبيقول لها اعملوا اللي انتوا عايزينه وكمان انا هعمل اللي انا عايزه، وبيسيبهم وبيمشي. وبنعرف هنا ان هو اكتر حد بيكره الكوشيس لانهم دمروا وطنه وقتلوا اهله كلهم. بعد الاجتماع بتروح كلير تتكلم مع جريس، وبتعرفوا ان هي بتدور في المباني القديمه عن سجلات تخص الموضوع اللي هو بيدور عليه. هنا بيقول لها جريس انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي، فبتطلب منه انه يرده لها بانه يروح معاها الحفله. الغريب ان جريس بيوافق على طلبها، وهي بتكون فرحانه جدا وبتقول ان هي هتروح تدور تاني ولو عرفت تلاقي اي حاجه مفيده هتقولها له. وبعد ما بيمشي جريس بيفكر وبيقول هو انا ايه اللي عملته في نفسي ده. بعدها بتبدا فعاليات المهرجان، وبيكون نيمو مبسوط ان اخيرا الفرسان السبعه بيعملوا حاجه غير القتال. بعد شويه بتيجي فريا وبتقول ان هي عايزه تروح معاه، بس بيقول لها تشارلي قالت لي كده برضه. بتتفاجئ فريا جدا وبتظهر تشارلي فجاه وبتقول له اكيد ده الوقت المناسب اللي ترد عليا فيه يا ابن المحظوظه، ابننا كبر وبقيه البنات بتتخانق عليه. فبتساله فريا هتختار مين فينا انا ولا هي، وبيكون واضح عليها الغيره. بيقول لهم هو انا ما ينفعش اروح معاكم انتوا الاثنين ونخلص من الحيره دي، بس بيقول له ما ينفعش ولازم تختار واحده بس. في اللحظه دي بيتدخل جلده وبيقول له ان صوفيا عايزه تقابله، فبيستغل الموقف ده علشان يروح بسرعه يقابلها وما يردش عليهم. لما بيقابلها بيسالها عن ايه معنى كلمه الحب، فبتقول له الحب هو الشعور اللي بتحسه لما بتكون عايز تحمي حد او تساعده بدون اي مقابل. بيكون واضح على مشاعر نيمو ان هو متلخبط جدا، بس بعد شويه بيرجع تاني ويتلم على باقي الفرسان وبيقولوا له رئيسه الفرسان ورئيسه مجلس التاديب بيتخانقوا عليك يا ابن المحظوظه، هتروح مع مين فيهم؟ في الوقت ده بتكون كلير بتدور على اي حاجه تدلها على وجود الكوشيس علشان تقدمه لجريس في الحفله ويحبها لانها مهتمه بيه جدا، بس ساعتها بتقع في حفره وبتلاقي باب غريب قدامها. بتستخدم سحرها علشان تدخل الباب ده، وبعد كده بيجي وقت الحفله وبيختار نيمو انه يكون مع فريا. بيقول لها انه عمره ما حس بالسعاده زي النهارده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جريس وهو مستني كلير، بس كلير بتبقى واقفه قدام كتاب شكله ملعون بلعنه قديمه، واول لما بتلمسه بتصرخ بصوت عالي. ولكن بعدها بشويه صغيرين بنشوفها وهي وصلت للحفله وبتتكلم مع جريس وبتقول ان هي ما قدرتش تلاقي اي حاجه في البحث. فبيقول لها مش مشكله وبياخدها علشان يرقصوا، وبتكون كلير مش مصدقه نفسها وبتقول ان هي عاشت حياتها كلها بتتمنى اللحظه دي وهي بتتحقق قدامها. بس للاسف جريس بيلاحظ ان هي بدات تصيبها اللعنه وجسمها كله متغطى بيها وبيبقى عامل زي الازاز المكسور، وبعد كده بتختفي. فبيصرخ جريس باسمها بصوت عالي، وبعد كده بتتحول الحفله لعزا وبنشوف مراسم دفن كلير والكل بيكون متاثر وحزين عليها جدا. بنعرف ان هي ماتت فعلا بلعنه شبح المكتبه القديمه، وبتكون دي مش مجرد حكايه واشاعه وفعلا في شبح في المكتبه. اما جريس فبيكون واقف بعيد عنهم، ولما بيروح نيمو يساله مش راضي يحضر المراسم ليه، فبيقول انه حاسس بالذنب لانه استغلها وخلاها تعمل حاجه اكبر منها. ساعتها بيسالوا نيمو اذا كان بيحبها، فبيجاوب جريس بانه مش عارف اذا كان حبها ولا لا، بس اللي يعرفه ان هي كانت بتحبه وهو ما يستحقش الحب ده، وبيقول ان هي ماتت بسببه وانه هينتقم ليها من اللي قتلها. بعد كده بنشوف قاده الاكاديميه وهم بيتكلموا مع فريا وبيتكلموا عن بركان اسمه بروجو، والبركان ده اكتشفوا ان فيه منشاه ضخمه تحت الارض. بنشوف بعدها خريطه المعارك اللي حصلت خلال السنه الاخيره، والصدمه ان كلهم كانوا في مواقع تنقيب ومدن كامله. وبنعرف كمان ان البركان ده كان مشبع بكم هائل من القوى السحريه، وان الساعات الرمليه اللي كانت الوحوش بتكسرها هي اللي محافظه على توازن العالم، ولو الساعات دي اتكسرت والسحر اللي فيها تم استخدامه غلط العالم نفسه هينكسر. وكمان بنعرف ان قائد الكوشيس ده اسمه جيرمان، وانه موجود تحت الارض عند بركان بروجو. علشان كده بيقرر سادة الاكاديميه يامروا فريا انها تهاجم البركان هجوم شامل هي وباقي الفرسان. بعدها بيروح جلده يقول لهم على الخبر ده وبيتحمس جو جدا للقتال، بس لما بيسال جلده نيمو بيقول له تعرف ايه عن بركان بروجو، بنعرف ساعتها ان البركان ده جنب بلد نيمو في الاساس، بس بيقول لهم ان هو ما يعرفش عنه اي تفاصيل. وبعد كده بنشوف فريا وهي بتتكلم مع يونوميا اللي بتقول لها لما المعركه دي تخلص انت لازم في حاجه تكشفي عنها. بتسالها فريا ايه الحاجه دي، فبتقول لها المكتبه القديمه. في الوقت نفسه بنشوف جريس وهو بيدور في الكتب يمكن يلاقي حاجه مفيده، بس الحاجه الوحيده اللي عرفها ان يونوميا ماتت وهي بتقاتل جينوس امين المكتبه وقتها. وكمان بنعرف ان يونوميا ماتت بعدها ملعونه على طول. تاني يوم بنشوفهم وهم رايحين ناحيه
البركان وبتتجمع فريا بيهم وبتقول لهم ان المعركه دي غير كل المعارك اللي خدوها قبل كده، وبيكون الفرسان متحمسين جدا للقتال. بعدها بنشوف فريا وهي بتدي اشاره الهجوم، وبيكون كلا من جو جلدا معاهم عدد كبير من المحاربين بتوع الاكاديميه. بتبدا المعركه بشكل رسمي وبتنزل فريا هي ونيمو مع الباقي، ولما بيوصلوا لتحت الارض بتبدا الوحوش تهاجمهم، بس بيستخدموا قدراتهم الخارقه وبيقتلوهم بمنتهى السهوله. بتتحد فريا مع تشارلي وبيدمروا كل الوحوش، وساعتها بيكون زعيم الكوشي بيتفرج عليهم. بعدها بيقدروا يقتحموا مكان غريب كده، والمكان ده بيكون فيه كبسولات ضخمه ما بيكونوش عارفين اللي جوه الكبسولات دي، بس الصدمه ان هم في الوقت ده بيتعرضوا للهجوم، واللي بيهاجمهم بشر زيهم. الغريب ان البشر دول عندهم قدرات تشبه قدرات الابطال بتاعتهم بالظبط، وبيكون الثلاثه دول اتباع سيد الظلام نستر. بتتكلم القياده بتاعتهم في الوقت ده وبتقول ان تم اختيارهم علشان يفرضوا السلام على العالم بطريقتهم الخاصه. بنعرف ان القياده بتاعتهم دي اسمها ريدا، والقوه بتاعتها من بطل اسمها إريانا. فبيبدا القتال ما بين الفريقين، وبيكون الثلاثه الجداد دول اخويا بشكل مش طبيعي، وبيقدروا يفرقوا اصحابنا عن بعض. بتهاجم ريدا فريا وبتسالها بسخريه اذا كانت دي قوه الفرسان السبعه فعلا، وعلى الناحيه الثانيه بتكون تشارلي بتواجه واحد اسمه فوكس، واللي بيكون لقبه الساحر الاسود. بيستخدم قوته اللي بتكون عباره عن انه بيحول ظله لايد عملاقه بتمسك رجل تشارلي، بس ما بيقدرش يقتلها لانها بتستخدم سيفه وبتصد هجومه. على الجانب الاخر بنشوف نيمو وهو بيقاتل ثالث واحد فيهم واللي اسمه كاستري، وبيكون البطل بتاعه ملك الدمار الذي لا يقهر ديلينوس. بيقول له بقى وريني القوه اللي انت استخدمتها علشان تقتل مصاصه الدماء. وبره البركان بنشوف جو وهو بيقاتل الوحوش وبيجمدهم بقدراته. على الناحيه الثانيه للبركان بنشوف فريا وهي واقعه على الارض، وريدا مستمره في السخريه منها وبتقول لها هي دي قوه يونوميا، بس بتهاجمها فريا بقوه اكبر. وفي الوقت ده نيمو بيكون عادي يتلقى الضربات لكن ثابت في مكانه. بيقول له كاستر انت لازم تركز في معركتك وبس، لكن بيساله نيمو اذا كان مهتم بريدا وفوكس، فبيقول ان هو مهتم بيهم زي ما هو مهتم بنفسه. وساعتها بيروح نيمو يهاجم ريدا، وشكله كده بيفكر في خطه. بتتضايق ريد جدا من اللي هو عامله ده، وبتقول له هو انت مش بتقاتل واحد، ايه اللي بتعمله هنا؟ فبيقول لها ان هو جاي يحمي فريا وان احنا بنقاتل كفريق مش شخص واحد. ساعتها بيروح يهاجمها هو وفريا وبيقدروا يضربوها لحد ما بيجي كاستري وبيحاول يصد ضرباتهم ويضربهم. وقتها بتشتمه ريدا وبتقول له انت فاشل وسبته يهرب منك، فبيتعصب عليها وبيبقى هيقتلها، لكن الصدمه هنا ان نيمو بينقذها. ولما بتساله هو انت انقذتني ليه، بيقول لها ان انا مش عايز حد يموت سواء من هنا او من هنا، انا نفسي العالم كله يعيش في سلام. ولكن في الوقت ده بنشوف زعيم الكوشس وهو بيقول ان النبوءه هتتحقق، وبيرفع ايده وبيبدا يقول كلام غريب، بس الكلام ده بيخلي الوحوش اللي بره البركان ورجالته اللي جوه تزيد قوتهم جدا، وبيكون اصحابنا في موقف صعب خالص. وعلى الجانب الاخر بنشوف جريس وهو بيدور في المكتبه القديمه، وبيقول ده اخر مكان كانت كلير فيه موجوده قبل ما تتلعن. بيفضل يدور لحد ما بيوصل لغرفه من الغرف، وبيلاقي تمثال عليه جوهره، بس في اللحظه دي بيظهر له عدد من الوحوش وبيستل سيفه علشان يقاتلهم لوحده. وفي البركان بنفهم ان سبب القوه اللي ظهرت لرجاله سيد الظلام دي هو امتلاكهم لكل قوه البطل اللي معاهم زي ما حصل مع جلد قبل كده. ولكن هنا الوضع مختلف، لان بفضل سيد الظلام قدروا يسيطروا على القوه دي، علشان كده دلوقتي هزيمتهم بقت شبه مستحيله. فبيبدا فوكس يرمي عليهم سحر المخيف على شكل طلقات، والطلقات دي بيصدها نيمو لكن بتخبط في تشارلي وفريا. بيكون واضح دلوقتي الفرق الكبير ما بين الفريقين. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جريس وهو بيقاتل في الوحوش، وبيكون مستغرب ان في كوشس جوه الاكاديميه. وبره البركان بيستمر القتال، وبيكون واضح تفوق وحوش الدمار على جنود الاكاديميه بسبب القوه اللي جت لهم. بنشوف جيرمان وهو بيقول اللي بيحصل ده نفس اللي اتقال في النبوءه. وساعتها بنشوف نيمو وهو بيتضرب، وبيفضل فوكس يتباهى بقوته قدام ريدا، لكن نيمو بيكون مصمم يقاتلهم بكل قوته. وبتفهم فريا نقطه ضعفهم هي انهم مش فريق واحد وكل فرد فيهم بيفكر في نفسه بس. ساعتها بيتصدموا الثلاثه لما بيلاقوا نفسهم مش قادرين يتحكموا في قوتهم، وبنفهم ان الابطال اللي هم بيتحكموا فيهم بداوا يسيطروا على اجسادهم. فبيقول لهم نيمو ان هم لازم يسمعوا لابطالهم ويبقى جزء منهم، مش يتعاملوا مع الابطال كمجرد ادوات بيستخدموها وتديهم قوه وخلاص. لكنهم مش بيصدقوا كلامه. بعدها بنشوف كاستر وهو بيهاجم نيمو، بس بتتصدى تشارلي للهجوم، وبعد كده بتستخدم كامل قوتها علشان تحرقه، فعلا بتدمر كاستري. بيكون اول واحد يموت من فرسان سيد الظلام، وهنا بيهرب فوكس منهم وبيقول لهم انا مش عايز اموت كده. لكن ريد بترفع سلاحها ناحيته وبتسال نيمو عن اسمه. وعلى الجانب الاخر بنشوف جريس وهو بيقاتل الوحوش، واضح ان عددهم كده لا نهائي. بتجيله مساعده عن طريق صوفيا اللي بتقاتل لاول مره، وبتقول ان هو لازم يخرج من هنا بسرعه. وعند البركان بيطلب منهم نيمو ان هم يتحركوا من غيره، وبيقول لهم ان هو يهتم بامر ريدا لوحده. فبتقول له فريا ان هي مش هتسامحه لو مات. وبعدها بتاخد تشارلي وبيجروا علشان يوصلوا لغرفه التحكم اللي فيها جيرمان. بتقول له ريدا هو انت واثق انك هتهزمني؟ بس الصدمه انه بيقول لها لا انا مش هقتلك لان احنا بمثابه اخوات. ايه هو بنعرف هنا السر الخطير ان نيمو كان واحد من اتباع سيد الظلام، لكنه خانه وقرر يمشي في طريق الخير. بيفضلوا يضربوا في بعض بقوه كبيره جدا لحد ما بيقدر نيمو انه يوقعها على الارض. بتكون فاكره ان هو هيقتلها، لكن في الحقيقه بيخليها تسمع صوت البطله ايرينا اللي جواها، وساعتها بتنفجر قوتها اكتر وبتتحرر من سيطره سيد الظلام عليها. وهنا بيساعدها نيمو، بيقول لها ان هي طيبه جدا وعشان كده القدر اداها فرصه تانية للتغيير. فبتقول له انت كمان طيب جدا، لكنه بيرد عليها وبيقول لها لا انا كذاب كبير. في الوقت ده بيوصل فوكس عند جيرمان وبيقول له انا مش عايز اموت ارجوك الحقني. فبيفكروا بالنبوه اللي بتقول ان ابن الدمار مش هيموت. فبيفتكر فوكس ان الكلام عليه، بس بيصدمه جيرمان وبيقول له انت مجرد اداه من ادواتي، وبعد كده بيقتله بدون رحمه. في الوقت ده بتوصل فريا وتشارلي لمكانه، وبيقولوا ان هم جايين هنا علشان يضعوا حد لخططه الشيطانيه. بتتصدم تشارلي لما بتلاقي فوكس مقتول، وبتقول للجيرمان هو انت بتقتل اتباعك؟ فبيقول لها ايوه وانتوا كمان هتتقدموا قرابين لابن الدمار
الدمار اللي هيظهر اخيرا. وعلى الناحيه الثانيه بيكون جريش شكله كده عارف معلومات خطيره من صوفيا. في الوقت ده بنرجع فلاش باك لقصه ايلين وهي صغيره اللي بتكون قدراتها معرفه المستقبل، وبنشوفها وهي بتتعرف على فريا لاول مره، وكمان بنفهم ان هي عارفه ازاي الاحداث هتنتهي. بس في الوقت الحاضر بنشوف تشارلي وفريا وهم بيقتلوا جيرمان اللي بتكون قوته جباره جدا وما يقدروش عليه، ولما بتهاجمه فريا بيقدر يطيرها لحد الباب، بس بيظهر نيمو وبينقذها في اخر لحظه. ساعتها بيقول له جيرمان اخيرا وصلت يا ابن الدمار المنتظر. وبره البركان بيتجمع جو جلد عند مكان اسمه بوابه الطقوس، وبيحط الساعات الرمليه في اماكن محدده، وجو ما بيكونش فاهم ليه ايلين طلبت منهم يعملوا كده. وعند فريا بتصدم من اللي هي سمعته، ولكن ريدا بتتدخل وبتهاجم جيرمان علشان تنتقم منه، وده لانه كان بيستغلها هي والفريق بتاعها علشان مصلحته. بتقدر فعلا ان هي توصل له بطاقتها الجديده وتصيبه، لكنه مش بيتاثر وبيقول لها ان قوته ملهاش حدود، وبيرمي عليها قنبله من الطاقه بترميها بعيد وبتكون كفيله انها تقتلها. بعد كده بيقول لهم ان النبوءه صحيحه وان ابن الظلام هيتم تضحيه بيه علشان يرجع السيد الظلام نسترا ويغير العالم للاحسن، وده عالم هيعيش في الاقوياء والاذكياء فقط، يعني انا وانت ملناش مكان فيه. المهم بيقول للنيمو مفيش هروب من المصير، انت مصاب بلعنه تدمير العالم. على الجانب الاخر بنشوف جريس وهو بيتكلم مع صوفيا اللي بنعرف ان هي كمان مصابه بنفس اللعنه اللي كانت كيلر ماتت بيها، بس صوفيا قدرت ان هي توقف انتشار اللعنه في جسمها. ولما بيسالها انت ليه ما قلتيش قبل كده، بتقول انها لو قالت كانت هتموت لان اللعنه بتشتغل كده اصلا. فبيطلب منها ان هي تحكي له حكايه اللعنه دي من الاول للاخر، بس بتقول له انت لو سمعت الحكايه دي فاحتمال انت تموت انت كمان. بيقول لها مش مشكله، المهم ان على الاقل هبقى مرتاح وانا بجيب حق كلير. وبعدها على طول بتبدا صوفيا تحكي له الحكايه من البدايه. في الوقت ده بيكون جيرمان قدر يهزم فريا وتشارلي، وبيبدا مراسم الدمار عن طريق ان هو ياخد القوه المدفونه جوه جسم نيمو. هو ساعتها هترجع قوه سيد الظلام في جسمه وهيحكم العالم بنفسه. بس الصدمه هنا اننا بنشوف ايلين بتوصل وبيستغرب جدا من وجودها، وبيقول لها التعزيزات بتاعتكم دي مش هتفكوا. لكن ايلين بيكون شكلها مختلف تماما ومعاها البطله بتاعتها فينيسا، وبتقول لفريا ان هي هتوقف الزمن شويه وفعلا بتستخدم سحرها وبتقدر تحيط المكان بطاقه غريبه. في نفس الوقت ده بنشوف موقع بوابه الطقوس وهو بينور، وبيتفاجئ جو جلده من اللي بيحصل، وبيكون واضح ان في حاجه كبيره هتتعمل. وعند الابطال بتوعنا بيرمي جيرمان على ايلين اسهمه السحريه، لكنها مش بتوصل له، وبتقول ان قوتك دي مش هتنفع ضدي. بتتحكم في الاسهم دي وبترميها ناحيته، وبعدها بيتكسر الخاتم اللي هو لابسه، وبنعرف ان قوته كلها كانت موجوده جوه الخاتم ده. ولما الخاتم بيتكسر بترجع ايلين الزمن لطبيعته، وساعتها بتروح كل الجروح اللي عند نيمو. بتقع ايلين على الارض وبتقول انا كده اديت مهمتي، وبتجري تشارلي ناحيتها في الوقت اللي بيجري فيه نيمو وفريا علشان يقتلوا جيرمان. بيفضل برضه يقتلهم بقوه، يفجر فيهم قنابل من الطاقه بتاعته، وبتكون كفيله ان هي تبعدهم عنه. بيقول لهم ان حتى لو الساعه الرمليه بتاعتي اتكسرت انا لسه قوتي جباره ومحدش يقدر يهزمني. بيرمي عليهم عدد من الاسهم الغريبه دي، بس بتستخدم فريا الحاجز بتاعها مره ثانيه، وبيحضر نيمو السلاح بتاعه علشان يرمي عليه الطلقه تقضي عليه. بس بيقدر سهم من سهام جيرمان يخترق الحاجز بتاع فريا، وقبل ما يلمس نيمو بلحظات بيتم التصدي للهجوم ده، واللي صده هي ريدا اللي بتكون لسه عايشه وبتساعد نيمو زي ما ساعدها قبل كده. بيرمي بعدها نيمو طلقته الاخيره واللي بتكون مدمره فعلا، وبيقضي بيها على جيرمان. ومش بس كده، ده بتطلع من البركان نفسه وبتظهر في السماء. الوحوش من الطاقه بتاعه الطلقه بتختفي من المكان، وكتاب اللعنه هو كمان بيتدمر. المعبد اللي بيكون تحت الارض ده هيقع عليهم، فبيبقوا لازم يمشوا قبل ما يموتوا. ولكن بتيجي ريدا وبتقول لنيمو انت ابن الدمار وده مصيرك ولازم تكون عارف ده كويس، وبعد كده بتسيبهم وتهرب. بيتجاهلوها خالص وبيهربوا من المكان قبل ما يتهدف فوق دماغهم، وبيخرجوا يقابلوا باقي الفرسان اللي بيفرحوا جدا لما بيلاقوهم لسه عايشين وانهم قدروا ينفذوا المهمه بنجاح. بيكونوا في طريقهم للرجوع، بس في الوقت نفسه بتحصل صدمه كبيره، وهي اننا بنشوف جيرمان لسه عايش. جسمه كله بيبقى محاط باللعنه بتاعه المكتبه القديمه، والصدمه الاكبر اننا بنشوفه بيتكلم مع روح صوفيا واللي بتكون هي اللي مخططه لكل ده. بتقول له شكرا انك كنت جزء من خطتي للسيطره على العالم. وفعلا اللعنه بتاكل جسم جيرمان بالكامل وبيموت. ساعتها بتكون ريدا واقفه ورا صخره وبتسمع كل الحوار ده، وبعد فتره بنلاقي نيمو محبوس جوه زنزانه سحريه، وبتيجي فريا وبتكلمه. بتصدمنا كلنا وبتقول ان البطل بتاع نيمو هو جينوس امين المكتبه القديمه. بتقول له ايلين ان قوته الحقيقيه هي الدمار، وان الطريقه اللي ماتت بيها كلير هي دي القدره الحقيقيه لجينوس، او دلوقتي نقدر نقول لنيمو. ساعتها بيتدخل جريس وبيقول ان الشخص اللي استخدم قوه الكوشس علشان يدمر الاكاديميه كان نيمو. بعد كده بيتعمل اجتماع للفرسان، وبيقول جلدا ان نيمو كان بيقاتل معاهم وبيحميهم طول الفتره اللي فاتت دي. بس بيتدخل جريس وبيقول ان الثلاثه اللي قبلهم في البركان كانوا شبه نيمو بالظبط، بس الفرق ان نيمو تعاقد مع جينوس. هو بيقول انه كل المصايب اللي حصلت في الاكاديميه الفتره اللي فاتت كان نيمو موجود فيها. لكن جلدا بيعترض وبيقول لهم يا جماعه ده كان صاحبنا وما شفناش منه ابدا انه ناوي على شر، فاكيد في حاجه غلط ومش مفهومه. بيتفق مع جو بيقول له هو صديقنا، بس صداقتنا دي مش هتاثر على الاكاديميه، ولو اثر عليها يبقى ملوش اي لازمه. فبيقول جريس انه هيعمل حاجه علشان يعرف الحقيقه، وهنا بتضيف فريا انه حابسينه بس علشان الطلاب ما يخافوش. بيتضايق جلدا منهم وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بيروح جريس الزنزانه وبيقول لنيمو ان الدائره السحريه اللي تحته دي معموله علشان ما يقدرش يتواصل مع البطل بتاعه اللي هو جينوس يعني. بس بيقول لنيمو ان هو مش ناوي على اي نيه وحشه. وساعتها بيستخدم جريس سحر وبيظهر دراع نيمو اليمين، واللي بيكون دراع وحش من وحوش الكوشس. فبيسالوا الدراع دي تبقى ايه بقى، فبيقول له نيمو ان دي خطيئه عملها قبل كده.
كده. ساعتها بيساله اذا كانت الخطيه دي هي قتل كلير، بس نيمو بيقول له لا، بيفهمه ان هو خليفه اصطناعي عمله الكوشيس، وفي الوقت ده بتكون فريا بتسمعهم وبتفتكر الكبسولات الزرقاء اللي كانت موجوده في البركان. بيتكلم جريس وبيقول له انت خدعتنا وتظاهرت انك بشري، بس بيرد عليه نيمو وبيقول انا عملت كده علشان كنت عايز ابقى واحد منكم. بيتعصب جريس جدا وبيكون عايز يقتله، بس بيرجع في كلامه وبيقول انه هيقتله لما يتحكم عليه الحكم المناسب. بعدها بنشوف جلده مع جو وبيتكلموا لو كان نيمو بريء ومجرد واحد من الكوشيس بس مش زيهم بالظبط يعني. بس بيقول له جو المشكله ان احنا اتخدعنا وانه كان بيضحك علينا طول الفتره اللي فاتت دي، وهو كان بيعمل كده وبيستغلنا. في الوقت ده بنشوف فريا وهي مع اينوميا وبتقول كلمينا عن المكتبه القديمه واللي حصل فيها، فبتوريها دراعها اللي بيكون ملعون بنفس اللعنه اللي ماتت بها كلير، وبتقول لها لو حاولت تعرفي اكتر من كده هتتصابي باللعنه دي. ساعتها بتقول لها فريا ان هي عايزه تساعد نيمو باي طريقه ومش هتقدر تشوفه وهو بيتعدم، علشان كده بتاخدها وبتقول لها انا هخليكي تسمعي الحقيقه من الشخص المناسب والمكان ده اللي بدا منه كل شيء. بعدها بيروحوا مكان بعيد وبيكون في نفس الكتاب بتاع اللعنه، ودي بتكون نفس القريه بتاعت نيمو اللي قابلته فيها من البدايه، وبالتحديد جوه بيت نيمو القديم. هناك بتلاقي صولا نيمو مع عيلته، وبعدها بتخرج تتمشى بره القريه وبتلاقي حجر احمر وبتفتكر ان ده نفس الحجر اللي كان نيمو لابسه في الصوره. لما بتقرب ناحيتها بتتعرض للهجوم، وبيكون الهجوم ده جاي من ريدا اللي بتظهر مره ثانيه وبتكون فاكره ان فريا جت علشان تقبض عليها. ما بتلحقش فريا تشرح لها لانها بتهاجمها بقوه، وساعتها بتدور معركه قويه ما بين الاثنين واللي بتكون معركه متكافئه لحد ما. بتستخدم فريا قوه البرق الاسطوريه اللي بتنزل من السماء على دماغ ريدا بتوقعها على الارض، لكن برغم كده ريدا ما بتكونش عايزه تستسلم. بتقول لها اذا كنتوا كده هتعدموني فموت في ساحه المعركه احسن. بتتحالف مع البطله بتاعتها اللي بتديها قوه خطيره جدا بتساوي قوه فريا ويمكن اكبر منها بكتير. بس في الوقت ده بتحصل حاجه لا تقل اهميه عن القتال ده، وهي محاكمه نيمو اللي بيقول ان هو ما يعرفش حاجه وما عندوش حاجه يقولها، فبيقترح جريس ان هم يعدموه علشان اللعنه بتاعته ما تنتشرش. الكل بيوافق على القرار ده، بس في اللحظه الاخيره بتيجي تشارلي ومعاها جلده وبيكون معاهم رساله من الامبراطوريه بامر وقف الاعدام. بنفهم ان اللي عمل كده هو جلده اللي استخدم نفوذه كامير من امراء الامبراطوريه علشان يمنع الاعدام ده. اصيل يا ابني والله. بس بتقول لهم صوفيا ان الرساله وصلت متاخر وان لازم امر الاعدام يتنفذ. ساعتها بيقف جو وجريس وبقيه الاكاديميه ضد تشارلي وجلده وبيهجموا عليهم باعتبارهم خونه للاكاديميه، بس في اللحظه الاخيره بتظهر فريا وبتتصدى للهجوم ده. بتقول لهم ان هي عرفت الحياه خلاص، وبتصدم الكل وبتروح فريا تدي الحجر الاحمر ده لنيمو وبتقول له فاكر الحجر ده الحجر بتاع نيمو الحقيقي اللي انت قتلته. وبتنزل الجمله دي الصاعقه على مسمع الجميع. بيقول لها نيمو انا فعلا قتلت الواد ده وخدت هيئته وذكرياته وكل ده علشان انضم للاكاديميه. بعد كده بيطلب من فريا ان هي تقتله وتخلصه من المعاناه دي وتريح العالم منه، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيها بتوجه سلاحها ناحيه التانيين وبتقول له ان هي تحميه زي ما قالت له قبل كده. الجو بيتقلب في اللحظه دي وفريا بتهاجم جريس وجو اللي بيكون واضح ان هم وقعوا تحت تاثير صوفيا خلاص. بعدها بتهرب فريا مع نيمو واللي بيلاقي ريد مستنياهم وبيعرف ان صوفيا هي الشر الاعظم من اللحظه الاولى. في الوقت ده بتنفجر طاقه سحريه جباره من عند المكتبه القديمه اللي موجوده في الاكاديميه، وفي غرفه التحكم بيتقال ان الانفجار ده هيكون كفيل بتدمير العالم خلال ساعات. علشان كده بيتحرك جريسون لما بيقولوا له رايح فين بيقول لهم ان هو رايح يشوف طريقه يقتل بيها نيمو. بعد كده بتقعد تشارلي وجلده مع جو بيحاولوا يقنعوا انه نيمو ملهوش ذنب في اللي بيحصل، بس بيقول لهم العالم هيتدمر وانتوا لسه واثقين فيه. بيرفض تماما ان هو يتعاطف معاه، وكمان بيقنعهم ان اهلهم واصحابهم وحياتهم في خطر لو نيمو فضل عايش اكتر من كده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جريس وهو رايح عند صوفيا وبيقول لها انه عايز يبقى اقوى علشان يقتل نيمو. بعدها بنشوف نيمو وهو قاعد مع فريا اللي بتوريه ايديها وهي ملعونه، وبتعرف ان ده تمن معرفه الحقيقه. بتقول له ان من اللحظه اللي قررت ان هي تحميه وهتعمل اي حاجه علشان تنجح في مهمتها دي. بعدها بتقول له ان هم لازم يرجعوا للاكاديميه علشان يحل المشكله من جذورها، وبيوعدها نيمو انه هيفضل جنبها مهما حصل. وفي الوقت ده بنشوف صوفيا وهي بتمارس السحر على جريس وبتديله جزء من قوه الشر زي ما طلب منها. وعلى الناحيه الثانيه بتكون ايلين بترسم دائره سحريه على الارض وشكلها ناويه على حاجه خطيره. بعدها بنشوف فريا ومعاها نيمو وريدا ضد تشارلي وجو وجلده، بيطلبوا منها ان هي تسلمهم نيمو لكن بترفض، ولما بيجوا يهاجموها بتتصدى ريدا ليهم وبتقول لهم اهربوا انتوا بسرعه. فعلا بياخدها نيمو وبيهربوا من قدامهم وبتمنعهم ريدا ان هم يلحقوهم. بتقول لهم انا بقيت اقوى علشان امنع الشخص اللي بيتحكم في كل اللي بيحصل ده، ولما بيسالوها مين بتقول لهم صوفيا. بيتصدموا من المعلومات دي، واكتر واحد بيكون مش مصدق هو جو اللي بعد كده على طول بيتحول لوحش، وبنفهم ان صوفيا سيطرت عليه هو كمان وخلته يخرج عن السيطره. ساعتها بس بيتغير راي الفرسان وبيقول لهم جلده روحوا انتوا ورا نيمو وانا هنقذ صاحبنا زي ما انقذني قبل كده. في الوقت ده بيكون نيمو وصل للكتاب، وبنعرف ان الكتاب ده اسمه كتاب الزمن، وده الختم اللي عمله جينوس. بتظهر يونوميا وبتتكلم معاهم، وساعتها بتستدعي جينوس البطل الخاص بنيمو اللي بيقول لها ان من المضحك ان احنا نتقابل تاني بعد كل السنين دي، بس الاتنين بيعرفونا حاجه صادمه، وهي ان جينوس ما كانش شرير او خاين، بالعكس هو اللي قتل كل الوحوش وختم نفسه معاهم في الكتاب، لانه كان مؤمن ان في بطل هيجي في المستقبل وهيحمي المدرسه دي، بس للاسف الكتاب اتاثر بلعنه الدمار، وده السبب اللي بيخلي اي حد يلمسه يموت. بتساله فريا ازاي قدرت صوفيا تعرف كل المعلومات دي، هل كان في حد معاك يوم ما ختمت نفسك؟ فبتيجي صوفيا بنفسها وبتجاوب على الموضوع ده وبتقول لها ان هي اللي كانت موجوده ساعتها. فبتتفاجئ فريا وبتقول لها ازاي، المفروض الحدث ده حصل من مئات السنين. علشان كده صوفيا بتفهمها ان جينوس قتلها، ولما ماتت كان في جزء من روحها بيروح يقبض على اي جسد ويستخدمه علشان روح صوفيا تفضل عايشه، وده طبعا لحد ما يجي اليوم اللي
اللي تشوف فيه هدفها وهو بيتحقق، وهدفها ده هو تدمير العالم. سالتها فريا اللي كانت بتحاول تقتل نيمو، فبتقول لها صوفيا لانه الشخص الوحيد اللي يقدر يفك ختم كتاب الزمن وبرضه يقدر يبدله، عشان كده كان لازم يموت. فبتهاجمها فريا وبيستعد نيمو انه يوجه لها ضربه اخيره، بس بيظهر جريس من العدم وبيقطع له ايده. بيضربه ضربه قويه بسيفه كانت كفيله ان هي تقتله، وبيقع نيمو على الارض خلاص. بتفرح صوفيا جدا ان هي خلصت منه وبتشكر جريس، وبتقول انه كان ولد مطيع بس غبي. بترمي عليه سهمين من الطاقه المظلمه وبتقتله. وفي الوقت ده بتكون فريا في حاله صدمه كبيره وبتفضل تعيط على نيمو. طبعا في الوقت اللي هي بتعيط فيه كل حاجه بتتغير، وبتلاقي نفسها حاضنه ايلين مش نيمو. بنشوف ان نيمو واقف سليم وما فيهوش اي حاجه، وبنفهم هنا ان ايلين لما كانت بتعمل الدائره بتاعه السحر كانت مستنيه اللحظه اللي هيتضرب فيها نيمو من جريس علشان تحط نفسها مكانه وتغير الاحداث. للاسف بتموت ايلين بعد ما عاشت عمرها كله تخدم الاكاديميه، وكانت مساعده وصديقه جيده لفريا. بعد كده بيحضر نيمو نفسه علشان ينتقم من صوفيا، واللي بتقول لهم اللي حصل ده هيوقف نهايه العالم بشكل مؤقت بس. بعدها بتلمس الكتاب وساعتها بتتحول لوحش مخيف وعملاق لدرجه انه بيدمر المباني. في الوقت ده بنشوف جو وهو بيفوق، وبنعرف ان جلده قدر يرجعه لوعيه مره تانية. بيحكي له عن اللي حصل وان صوفيا كانت بتخونه طول السنين اللي فاتت دي. وفي الوقت ده الارض بتتهز بقوه، وبتخرج صوفيا بالهيئه المرعبه بتاعتها دي للاكاديميه. عملاق ضخم في بطنه فجوه لونها غريب وبتدوس على البشر برجليها. بتخرج صوفيا من جسم العملاق ده بهيئتها البشريه وبتبص للعالم وبتقول ان العالم ده صغير جدا. مهما مرت سنين على العالم ده مش بيتغير ومش بيبطل حروب ولا نزاعات، علشان كده لازم يتغيروا كل اللي فيه يموتوا. بعدين بتظهر فجوه تانية على الارض وبتبتلع الطلاب والاساتذه، وبيخرج منها وحش، والوحش ده بيخرج منه وحوش خطيره جدا. لما الوحوش دي بتحاول تأذي الطلاب بتظهر فريا وبتنقذ عدد منهم وبتأمرهم يهربوا من المكان. في الوقت ده بيكون نيمو مش عارف يتصرف ازاي، بس المره دي بيكلمه جينيس وبيقول له ان ختم الدمار اندمج معاها، وعشان يهزموها لازم يضربوها ضربه واحده من مكان قريب باستخدام قدره ليز بريكر. هو دي اللي كان استخدمها قبل كده ضد مينا وخلص عليها. هجوم واحد من القدره ده هيكون كفيل ان يقتل صوفيا، وبالتالي هيتم ختم القوه المظلمه دي في الكتاب تاني. واثناء ما نيمو بيفكر هيعملها ازاي بيتعرض للهجوم، لكن بتصد ريدا وبتنقذه. بعدها بتقول له ايه اللي بيحصل ده وازاي هنقدر نهزمها، فبيقول لها انه عنده خطه. بيظهر جو جلده في الوقت ده قدامهم وبيقاتلوا الوحوش وبيشجعوه علشان يكمل طريقه. بس لما بيحاول نيمو وفريا ان هم يقربوا بتظهر نار من القوه المظلمه دي وبتمنعهم يقربوا اكتر من كده. ساعتها بتقول فريا انها هتستخدم كل قوتها علشان تعمل ممر لنيمو، ولكنه بيقول لها لو عملت كده انت هتموتي. بس مش بتهتم بكلامه وبتكون مصممه ان هي تساعده. لكن الصدمه اننا بنشوف جريس لسه عايش وبيجي يقف قدامهم وبيقول لهم انه هيحط كل قدرته علشان يوسع عليهم الطريق، خصوصا بقى وان البطل بتاعه اللي هو خليفته يبقى فارس من فرسان الظلام. بيقول له نيمو انت كده هتموت نفسك. فساعتها بيرد جريس عليه وبيقول له عادي، انا كده بكفر عن الخطايا اللي عملتها في حياتي وعشان انتقم لكلير. فعلا بيستخدم جريس كل قوته وبيقدر يبعد النار المظلمه دي عن طريقهم، وبيصرخ وبيقول لهم عدوا بسرعه. وبالفعل بيقدروا يعدوا وبيشكروا ان هو ساعدهم، لكن بيقع جريس على الارض مغمى عليه. بعدها بيتسلق نيمو وفريا جسد العملاق الوحش ده وبيوصلوا عند صوفيا وبيطلبوا منها ان هي توقف اللي بتعمله ده. بتقول لها فريا انها مش هتقدر تتحكم في العالم، وساعتها بتقول لهم صوفيا انها مش عايزه تتحكم في العالم اصلا، بس بتقول لهم طول ما البشر عايشين فيه هم اللي هيأذوا بعض، وان افعال البشر هي اللي مخليها تحلم بنهايه العالم اللي عايزاها. بنعرف ان هي كانت بتحب جينوس ولكنه ما حبهاش، وعشان كده شايفه ان العالم ده ما يستحقش انها تعيش فيه، وبالتالي ما حدش تاني هيعيش فيه. بس بيقول لها نيمو ان كل البشر بيغلطوا، وفي الوقت ده بيكون كل اصحابنا وهم وابطالهم بيقاتلوا وحوش صوفيا، واثناء القتال بيقولوا حتى لو كان البشر بيغلطوا، حتى لو كانوا بيحزنوا في الحياه فهم عايزين يعيشوا مع بعض بسلام في النهايه. بترفض صوفيا ان هي تقتنع بكلامهم وبتستخدم 4 مجسات علشان تضربهم بطاقه الدمار، بس بتجري فريا ناحيتها وبتتصدى بسلاحها علشان يقدر نيمو يطير في الجو ويقتل صوفيا، ولكنها بتغلف نفسها بدرع غريب وما بيقدرش يقتلها بسلاحه. بعدها بتكون صوفيا مجسات طويله من العملاق الوحش ده وبتخليهم يهاجموا نيمو، ولكن بيضربهم يمين وشمال، ولما بيتمسك من دراع منهم بتيجي فريا تقطعه وتنقذه. بعدها بتنزل وبتستخدم قدره البرق بتاعتها علشان تدمر الدرع اللي صوفيا محاوطه بيه نفسها، والدرع بيتاثر وبيبان وش صوفيا، وبتتكلم مع يونوميا وبتقول لها انت لسه زي ما انت ما اتغيرتيش. بعدها بتجدد الدرع مره ثانيه وبتغرق في جسم العملاق الوحش ده، ومش بيكونوا عارفين هي راحت فين ولا هيوصلوا ليها ازاي. بعد كده بتظهر مجسات اكبر من اللي قبلها وبتبدا تهاجم على الاثنين، لكن نيمو بيفضل يجري ويقطع فيهم وبيفضل يستخدم الحبل بتاعه علشان يقدر يحمي نفسه ويطير بعيد. بس في الوقت ده بيظهر وش صوفيا بحجمه اكبر وبتبص له بابتسامه، وهنا بتجري فريا بتستخدم رمحها علشان تقطع الوحش بالكامل، لكن بتكون صوفيا المره دي بتستخدم مجساتها علشان تضرب الطلقات المظلمه عليهم، الا الاثنين بيقدروا يهربوا في اللحظه الاخيره وبيفضلوا يقطعوا في المجسات الكبيره دي. بيفضلوا يتنططوا من فوق المجسات ده علشان يوصلوا لصوفيا، ولكن مجسه منهم بتتقسم نصين وبتقع فريا من عليها. ساعتها بيغرز نيمو سلاحه في مجسه وبيطير علشان ينقذها، وهم طايرين في الهواء بتكون صوفيا بتستخدم قدره الظلام علشان تموتهم، لكن بيستخدم نيمو قدره ليجز بريكر وبتساعده فريا بالباقي من قوتها، وساعتها بيحصل تصادم كبير ما بين الطاقتين. بيفضل جو باقي الشباب يشجعوهم بقلق شديد لانهم خايفين ان الهجوم الاخير ده ما ينجحش، وهنا قوتهم بتنجح فعلا انها تخترق قوى الظلام وكمان بتضرب صوفيا ضربه مباشره. بعدها بتقع فريا على الارض وبتروح قوتها تماما، لكن بتكون صوفيا لسه فيها الروح وحالفه ما تموت وتخلص الانمي على كده. بيكون ختم الدمار لسه مربوط في جسمها، ولكن نيمو بيكون محضر مفاجاه وبيقول لها انه هيقتلها بالقدره بتاعتها المره دي. الصدمه ان نيمو بيتحول لوحش وبيقول لفريا انه كده طول الفتره
اللي فاتت دي وانه مش بشري، بس هو مش ممكن يوصف سعادته لما وصفته في يوم من الايام بالصديق. فبتروح تحضنه وبتقول له ما تسيبنيش، ولكنه بيتحرك وبيجري ناحيه صوفيا وبيبدا قتال اخير ما بينهم. لكمات ولكمات ولكمات سريعه ما بين الاثنين بتخلي الارض تنفجر من تحتهم من كتر القوه. ساعتها ريدا بتسال ازاي وحش قدر يبقى خليفه البطل، واثناء القتال والضرب شغال مش بيقف بتقول له صوفيا انه شخص مذنب وانه كان مجرم ووحش سرق جسمه وذكريات طفل غلبان وعشان كده لازم يموت. فبيحكي نيمو ان نيمو الحقيقه انقذه من الموت وطلب منه يعيش وياخد شكله وذكرياته كمان، وطلب منه يساعد الناس اللي محتاجه مساعده. بيقول لها ان هو ما غلطش في حاجه لما قرر يعيش مع البشر، بس صوفيا مش بتصدق الكلام ده وبتقول له ان لازم يختفي هو والعالم الغرقان في الكراهيه ده. بتهاجمه الهجوم الاخير وبتقدر انها تخترق جسمه بمخالبها، وهو بيخنقها بقوه المساعد بتاعه جينوس اللي بيظهر قدامها وبتقول له ان هي كانت بتحبه ومش عايزاه يموت. هنا بنفهم ان جينوس هيضحي بنفسه تماما علشان يخلي نيمو يكسب ويعيش، وبيقول جينوس لنيمو اتبع قلبك. بعد الجمله دي بيحصل انفجار عملاق في المكان وبنشوف الكتاب بيتعاد تكوينه مره تانية في السماء، وبيقع سليم وما فيهوش اي حاجه، كل حاجه بتختفي وبعدها بنلاقي نيمو هو لسه عايش بهيئته البشريه. بتمر فتره وبنشوف ريدا وهي بقت واحده من الفرسان السبعه، وبنعرف ان تشارلي قدرت تنقذ حياه إيلين باستخدام قدره مصاصين الدماء وبقت المساعده بتاعتها. بعدها بيظهر جريس اللي قوه الظلام بتاعته انقذته بدل المره مرتين وفضل عايش بسببها، لكن جسمه اتبهدل بسبب الاصابات. في النهايه بنشوف نيمو وفريا وهم ماشيين مع بعض في الغابه، وبيكون نيمو شايل الكتاب على كتفه وبيكون هدفه انهم يلاقوا طريقه سوا تخليهم يختموا الكتاب وفي نفس الوقت يقضوا وقت مع بعض. وبكده يكون انتهى انمي النهارده. يا رب تخش الجنه، وطالما وصلت لحد هنا يبقى الانمي عجبك، فما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتستنى الانميات اللي جايه. وسبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. ادعوا لاخواتنا في فلسطين وصلوا على النبي وسلام.